بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. أهلا بكم يا أحلى أخوات وأحلى متابعين. في الفيديو ده إن شاء الله هنخبز العيش الطار الفلاح. أول حاجة بنعملها بننخل الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الدقيق بقى بيبقى صنفين، شوية قمح من بتاع البيت بسم الله الرحمن الرحيم، وشوية بلدي من بتاع الدكان، وعليه شوية من الزيرو الأبيض. تمام. ندخل الدقيق بقى بالشكل ده كده ونجهزه علشان نبدأ نعجن ونخبز. هكمل بقى بنفس الطريقة كده وارجع لكم تاني ان شاء الله. طبعا دي النخالة اللي بتطلع من الدقيق اهي زي ما انتم شايفين، بتبقى بالشكل ده كده ويبقى الدقيق ابيض اهو. دي اسمها الردة بقى اللي احنا بنقرص عليها العيش. هكمل بقى نخلهم بالطريقة دي كده واخلصهم وتشوفوا معايا ان شاء الله واحنا بنعجنهم. طبعا احنا خلصنا نخيل بقى، نخلنا الدقيق كله خلصناه وهنبدأ نعجن اهو زي ما انتم شايفين. دي المية اهي، مية طبعا احنا في الشتاء لازم المية تبقى دافية، يعني ما تبقى سخنة قوي بس تبقى دافية. تمام. وهنا معانا الخميرة اهيت والملح، وهنبدأ نعجن ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ندوب الخميرة، بنجيب قالب الخميرة بناخد منه مرتين او 3، يعني حسب الدقيق اللي احنا هنعجنه. هندوب الخميرة والملح ونرجع لكم تاني. كده هنبدأ العجينة اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. دوبنا الخميرة والملح في المية وبنحط الدقيق وهنبدأ نعجن. طبعا بتقلب الدقيق بالشكل ده كده تقليبة حلوة كده مع المية، وطبعا لو عايز مية بنزود له بقى لحد العجين ما يظبط معانا. طبعا بقى بنطب العجين زي ما انتم شايفين كده. والدتي بقى ربنا يديها الصحة والعافية كانت بتقول لي العجين وهي بتطبه كده، بتقول ايه يا عجين الإسلام كل شيء فيك يظهر ويبان، من قشاشة ومن نشاشة ومن يغلط النفاس، ملحك سكرك كل من داءك يشكرك، زد في نقانك كما زدت في فدانك، تجعل محمد ضمانك بالصلاة على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. كده خلاص هنلم العجين ونسيبه يخمر، وبعد ما يخمر ان شاء الله هنقرصه سوا مع بعض بإذن الله. بنلمه بقى على بعض كده ونرش الوش كده بحبة من الدقيق زي ما انتوا شايفين، ونسيبه يخمر بقى ان شاء الله نقرصه سوا مع بعض. وده العجين اهو بعد ما خمر زي ما انتوا شايفين. هنبدأ نقرص. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نحط هنا في الدقيق كده. هنقرص بقى الصينية الأول وشوية كده على الطبلية، وبعدين نبدأ نقرص بقى الألواح. أنا عندي الواح كده بقرص عليها اللي هي الألواح الخشب.
هنكمله بقى كله تقريص بالشكل ده كده، وياخد شوية كده بتاع حوالي ربع ساعة، عشان احنا في الشتاء طبعا لازم يقعد شوية. وبعدين نبدأ نخبز ان شاء الله، وهتشوفوه معانا واحنا بنخبزه. بعد ما قرصنا العجين وسيبناه بقى يرتاح شوية لمدة ربع ساعة او اكتر كمان شوية، عشان الجو الشتاء زي ما انتوا عارفين، فهنسيبه يرتاح شوية ونقيد في الفرن بقى اهو زي ما انتوا شايفين كده. نحمي الفرن بنقيد فيه حوالي برضه 10 دقايق او ربع ساعة كده، وبعدين نبدأ نخبز بقى. وان شاء الله اول ما نخبز هتشوفوا معانا. بدأنا خبيز اهو زي ما انتوا شايفين. ده الجزء اللي خبزناه اهو، ما شاء الله شايفين العيش عامل ازاي. بدأنا خبيز اهو زي ما انتوا شايفين. ده الجزء اللي خبزناه اهو، ما شاء الله شايفين العيش عامل ازاي. فرد يا دوق، فرد. تفرد العيش. ماشي. اهوت بعد ما خلصنا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله اهو، شكله حلو وريحته حلوه، وان شاء الله طعمه هيبقى احلى. شايفين العيش بتاع الفرن البلدي عامل ازاي، ما شاء الله، حاجه كده فاخر من الاخر. بتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.